السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. دي كده شحنة إن شاء الله على السريع يا جماعة، هنستعرضها معاكم. دي حلل ضغط السيف، اللي حابب حلل الضغط طبعا بتنزل منها نوعين، النوع الألمونيوم والنوع الستانلس. إن شاء الله دول عميلة طباهم، دول الألمونيوم، دي 9 لتر وال11 لتر، وفي كمان بينزل منها ال15 لحد 18، يمكن كمان 23 لو حابب. بينزل منها مقاسات كبيرة. طبعا حلل ضغط السيف هي هنا رقم 1 في السعودية. صراحة حلل الأمان بتاعتها عالية، الجودة بتاعتها مميزة، توزيع الحرارة كمان مميز فيها. هنا اهو واخدة أهم حاجة بقى، ودي أكتر حاجة الأمان، دي مواصفات الجودة عليها. دي توزيع درجات الحرارة. بصراحة القاعدة بتوزع درجة الحرارة بشكل متساوي، سماكة أكبر، يعني طوروها وخلوها حاجة جميلة وقوية. الجهاز ده بقى مميز يا جماعة، ونازل عليه سعر حلو وعرض حلو. دي اللي عندهم مشاريع، اللي بيعملوا الزلابيا، اللي عندهم واخدين كافيتيريا، الجهاز ده بيعمل الشكل بتاع لقمة القاضي بشكل متجانس. والميزة فيه ان هو شاحن لاسلكي، الساعة بتاعته 800 ملي، البطارية بتاعته 1800 ملي امبير لاسلكي. بيعمل الشكل اللي هو المميز بتاع لقمة القاضي ده، اللي حابب يعمل مشروع صغير. وبرده منزلين عليه عرض رهيب يا جماعة وسعر رهيب. بعتوا لنا في الكومنتات او تواصلوا معانا اسرع على الواتساب على رقم الجروب بتاعنا والمحل 010 13 83 0875. ده ماكينة لقمة القاضي اديسون. المكنسة بقى دي رهيبة، ونزل عليها عرض بفضل الله بتحدي، سعر مش هتلاقوه في اي حتة. اللي بيحب المكانس البطة، طبعا دي مكنسة هوفر اسمها باور 7 ادفانس. المكنسة دي بتيجي بموتور رهيب قوي 2400 واط. طبعا مفيش كيس، هي على طول بوكس. البوكس بتاعها بسعة 3 لتر هوفر. الموتور بتاعها زي ما قلنا لكم قوي 2400 واط. فيها بقى، ودي الميزة، فيها التحكم في سرعة قوة الشفط. لان انا بصراحة انا عندي مكنسة، انا بعاني من المشكلة دي. المكنسة القوية قوية وكل حاجة، بس مشكلتها تقعد تشد معانا السجادة، تتعلق مش عارف ايه. فالميزة في التحكم في قوة الشفط، ان انا لو سجادتي خفيفة ولا حاجة اقدر اقلل سرعة الموتور. يجي معاها بقى فرش، مش عارف مش جايبين اشكال الفرش، هوريها لكم. دي بقى ميزتها بيجي معاها 4 قطع. طبعا في ريفيو تفصيلي هننزله على القناة. يجي معاها فرشة زي كده مكانس غسيل السجاد، فرشة دوارة بتكنس، بتلف وفي نفس الوقت بتشفط، فبتشتغل كنس زي المكنسة العادية وبتشفط. ميزة الفرشة الدوارة للي عنده حيوانات، قطط، الشعر في كل حتة، نقدر بمنتهى البساطة نشفط والفرش تلم الشعر بمنتهى السهولة. كمان في فرشة للكنب والمفروشات، ودي أكبر ميزة فيها بصراحة. ما شفتش كده في مكانس شفط أتربة بالشكل ده. ده كده كان ريفيو سريع، وطبعا كل حاجة هننزل لها ريفيو تفصيلي، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.